فاول على محمد عبد الله، يتلعب سريعا لوليد سليمان، استلم وليد وجابها على شماله، ممكن يسدد وليد لفضل، لوليد هو الجول. اين التسديده؟ ادي التسديده وادي الهدف الاول. الهدف الاول للنادي الاهلي يحرزه وليد سليمان، اول اهدافه بالقميص الاحمر وليد سليمان في الدقيقه 9 من احداث هذا اللقاء. يتقدم وليد سليمان بهدف اول للنادي الاهلي لتصبح النتيجه 1-0. إذا وليد سليمان يعلن عن أول أهدافه بالقميص الأحمر ليتقدم النادي الأهلي بهدف لا شيء. هجمة منظمة للنادي الأهلي وتمريرات متعددة. انفرد وليد سليمان، قلت لحضراتكم أين التسديدة، وبالفعل سدد وليد سليمان ونجح في إحراز الهدف الأول. ولكن شوف بمنتهى السهولة بيتبادل لاعبو النادي الاهلي الكرة داخل منطقة الجزاء، مفيش اي ضغط. ادي محاولة ومساحة رائعة، وابو تريكة جوه ال 18 والعرضية وفضل يوقف، والتسديدة والهدف الثاني. والهدف الثاني يحرزه اللاعب شهاب الدين احمد. هدف ثاني للنادي الاهلي في لقاء اليوم في الدقيقة 42. عرضية جيدة من أبو تريكة، استلمها فضل، هيئها لشهاب بمنتهى السهولة، وضعها بباطن القدم اليمنى إلى داخل المرمى ليتقدم النادي الأهلي 2-0. هدف لشهاب الدين أحمد، ويلقي التحية على مانويل جوزيه. أدي الإعادة، هيئها فضل حلوة قوي، وشهاب ركنها بباطن القدم اليمنى. عرضية أبو تريكة، تهيئة محمد فضل، تسديدة شهاب الدين أحمد. 2-0.